شوف يا ام جميله، سعدون جوزك الله يرحمه واد عمي غلاوته عندي من غلاوه دياب اخوي، والعيار اللي صاب عند ابوي كان ممكن يصيبني انا. مقدر ومكتوب. مش معنى ان انا بعدك بالجواز ان انا مش حزنان عليه، لا والله العظيم لا. انا الحزن في قلبي هيفضل معاي طول عمري، لكن المصلحه مصلحه العيله ومصلحتنا نتمم الجوازه دي. الله يرحمه كان نفسه يجوزها همام. ما نجوزهم هيرتاح ويفرح في تربته، وبعدين بيتي وبيتكم حبقه واحد، تخشوا وتطلع وقت ما انتوا عايزين. وفي نفس الوقت محدش عاد يقول الكلام العفش ده عن ولدي همام والنسمة اللي ما يجوز عليها الا الرحمة دلوك. رحمة؟ رحمة ايه يما؟ نسمة ماتت؟ عم هناجي ذبحها الفجر وغسل عارة. ناس كتير شافوها خدها على الجبل وعاود بعد ما قتلها ودفنها. نسمة اتقتلت؟ ليه؟ ليه يا بوي؟ نسمة شريفة، نسمة عفيفة، ليه يا بوي؟ قتلوها ليه؟ مالناش صالح يا ولدي، مالناش صالح. مالناش صالح كيف يا بوي؟ مالناش صالح كيف؟ همام همام، ده مجبور على موتها، امال هتجوزني ليه؟ وبعدين معاك يا عروسه، هو حزنان عشان نسمه ماتت ظلم؟ طب وكلام الناس يا ابو همام؟ ما انت عارفه هم متربيين مع بعضهم هم صغيرين، مش بيحبها ويعشقها والكلام الماسخ ده. ايه اللي عملت ده يا همام؟ اتهمل ابوك بيتحدث وتمشي. ايه الجبروت ده يا عمي؟ قتلوها ليه؟ رحت لهم وقلت لهم انها شريفة، وقلت لهم اني كنت بتحدث معها كيف اختي. ليه؟ ليه يا عمي؟ قتلوها ليه؟ وهو بيحب جميل وعايز يتجوز جميل. انت بنت عمنا من لحمنا ودمنا. فوتكم منها، انا عارفه هعجل بنتي كيف. المهم دلوقتي يا كبير، بنتي هتتجوز همام وتعيش معاه فين؟ فين يعني؟ في بيت واد عم سعدون الله يرحمه. البيت كبير وواسع وسعكم كلكم، ويبقى كبيركم وراجلكم. لا، انا احب اكون حره في بيتي، لا احب اضايق حد ولا حد يضايق علي. واخد بالك يا ابو همام؟ رايده بنتها هتعيش هنا، كان البيت ناقص حريم. الواد اولى ببيت ابوه، احنا اتربينا على كده. وبيتكم يا ام جميله يقعد كده من غير راجل؟ هيقعد بيتي مفتوح لبنتي وهمام، يزوروني وقت ما يحبوا ويطمنوا علي، وحسك في الدنيا يا ابو همام. خلاص يا ام جميله، جهز بنتك الخميس الجاي وهنزفها وندخلها هنا مع همام في اوضته. ربنا يتمم بخير. فوتكم بعافيه. يلا جميل. عافيك يا اختي. سلام يا حبيبي. سلام يا عروسه. يلا يا جميله. سلام يا مرات ولدي. هاتولي الشاي بره في الهوا، اللي انا اتخنقت. شفت المره ام عين غليظه؟ قال عايزه بنتها تعيش هنا. طب ده بيت سعدونا اوسع من بيتنا. بتوسع لنفسها طريق، تلقيها عايزه تتجوز بعد العده. وده مين اللي يرضى يتجوز المره الناشفه دي؟ اللي طمعان في بيته ورث سعدون. ماشي يا ام جميل، بس تفوت الجوازه دي وانا اللي حميل بختك واقف لك. سامحيني يا نسمة، سامحيني يا حبيبتي، أنا جبان مستحقش حبك ولا استحق إنك تموتي بسببي. سامحيني يا ضي عيوني، سامحي يا قمر ليلي الأسود، يلي من بعدك ما حشوف غير السواد. سامحيني،
سامحيني يا حب عمري كله. تعالى يا بنداري، تعالى يا ولد ابوي نشرب ونتسلطنوا. فوتك من الافيون اللي هيهد حيلك ده. الافيون ده مزاج وعلاج. الحشيش ما بيظبطليش دماغي. الحشيشة دي زينة وهتعدل دماغك، ولو دماغك ما تظبطتش ابقى خد لك سنة افيون، واحنا يعني هنشتروه؟ ما ده موجود وده موجود والخير كتير والحمد لله. ما قلتليش يعني يا دياب هنتصرفوا في نصيبنا في الحشيش كيف؟ الرجالة عايزين حقهم عرقهم. رجاله بيقولوا يا كبير ادونا حقنا حشيش ونبيعه. حقنا حشيش ونبيعه؟ دول كدابين. النفر منهم لو صادف ونزل البندر بيمشي يتلفت حواليه خايف الحكومة تعكشه. فاكرين انهم هينزلوا البندر يسرحوا بالحشيش ليه؟ فاكرين ملوحة اياك. يا كبير الزاد ما دخلش بيتهم ليهم اسابيع. دبرنا يا دياب والعمل يا اخوي. انا اتفقت مع واحد من العرب اللي بيمروا علينا، قال لي ان هو في طريقه بيعدي على عيلة السمان وهم اغلبهم تجار مخدرات، اديتها عينه يوريها ليهم. عيلة السمان بتاع الصمتة ولا بدار السيوط؟ ما عرفش، هو قال لي هيعاود بعد اسبوع ولا 10 ايام ويرد عليا. طب ما عرفتش عيلة حسان عملت ايه في نصيبها؟ ايه بعته يعني وبكام؟ وهم دول هيغلبوا؟ ما مناع عارف كل تجار المخدرات اللي في مصر وبيتفق معاهم. امال هم الخواجات كانوا عايزين يحطوني مطرح عليه، ما هم كانوا خايفين منه. يا خسارة، كان نفسي ولد همام يبقى زي مناع بذكاوته. انا فت وصاحبه سنين طويلة عشان يبقى زيه، لكن صاحبه عشان يعيش حق اخته. ما تشغلش بالك بهمام يا اخوي، ديت هيتجوز وانا هستلمه واخليه راجل وهموت قلبه الرهيف ده. عايز قلبه حجر صوان. وغلاوتك عندي يا ولد ابوي، لا خليه يحط ولده الصغير تحت رجليه ويفعصه من غير ما يحن. الايام اللي جايه عايزه رجاله بقلب حديد. لازم نثبتوا لعيلة حسان ان احنا نقدر نزرع الحشيش ونبيعوه من غير ما نحتاجوا له. تصدقت انهم هيبطلوا صحيح؟ اللي يدوب مكسب الحشيش ما يقدرش يفوت ابدا، انت عارف كل حاجه. حتى لو بطلوا يا اخوي، حتى لو بطلوا خليهم يستغنوا، احنا مش هنبطلوا ونبقوا احنا الغناي وهم الشحاتين الفقراء وندوسوا عليهم برجلينا. المهم الاول جوازة همام التم.